المهنة فنان، الهواية السينما. يقطن بالدور العاشر من سكان الحرانية، امتياز مع مرتبة الشرف، مشروبه المفضل موز باللبن. اسمه بالكامل أحمد فهمي علي. معاكم ومعانا النهاردة على ميلودي النجم أحمد فهمي. نسيت أقول لك، ده أنا حلمت امبارح حتة دين حلم غريب قوي. إيه خير؟ بص، حلمت إن أنا صحيت من النوم لقيت نفسي في مكة. أحمد أهلا بيك على ميلودي. أهلا بيك يا فندم. عايز أقول لك في الأول ألف مبروك على الألبوم الجديد جيت في بالي، وعايزين نعرف بقى الموضوع جه إزاي؟ هو جه البداية إن أنا لما مضيت مع أستاذ جمال مروان وابتدينا نشتغل على الألبوم الجديد، جت بداية إمضتي في الألبوم مع إمضة فيلم خليج نعمة. بس أنا كنت قطعت شوية في الألبوم، كنت خلصت 3 أو 4 أغاني وبعد كده ابتديت في الفيلم، فتعطلت شويه يعني. قعدت 2 اصور فيلم خليج نعمة او سنه، وعقبال بالتحضير بكده دخلنا في 2 أو 1.5 سنة يعني. فده عطلني على الالبوم شويه. فيمكن الوقت اللي انا اخدته في الالبوم 2 ده، في ناس كتير قوي تقعد تقول لي ازاي انت قعدت 2 في الالبوم وعامل 8 اغاني بس مش عارف ايه، لان انا قعدت مثلا 1.5 سنة بره الكاسيت يعني، دخلت في موضوع السينما وكده. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وقدرت اعمل البوم الناس اتبسطت بيه يعني. مين الناس اللي اتعاونت معاك في الالبوم؟ الملحنين في رامي جمال، في خالد البكري، انا عملت حاجات، رياض الهمشري الله يرحمه، محمد يحيى، التوزيع فيه توما وتميم وعصام الشريتي واحمد ابراهيم، والالحان والكلمات امير طعيمه طبعا ومحمد عاطف، محمد رفاعي ومحمد عاطف. طيب في حد من واما ساعدك في الالبوم؟ لا بص اقول لك ليه موضوع واما بقى، ان انا ما كنتش عايز حد يساعدني من واما في الالبوم، لان ده اول البوم ليا، فانا عايز ان انا ابقى مختلف فيه عن واما. اكتر حاجه بتميز واما ان احنا اللي بنعمل الكلام والالحان والتوزيع وكده. فلما تعمل اول البوم لوحدك لازم يبقى ليك سمه شخصيه. عايز لما الناس تسمع الالبوم ما يقولوش ده البوم واما بس احمد فهمي اللي بيغنيه لوحده، هو اللي بيغنيه لوحده. لا، انا عايز الناس لما تسمعه تقول ده احمد فهمي هو اللي بيغني. فكنت متعمد ان انا اول البوم ما اعملش اي حاجه مع يعني نادر يوزع لي حاجه او محمد يلحن لي حاجه او شامي او كده. حتى انا لحنت لنفسي بس 2 أغنية في الالبوم، ما لحنتش كل الالبوم او عملت كلمات كتير في الالبوم، مع ان انا عاده بعمل كده في واما. فالحمد لله رب العالمين قدرت ان انا يعني اول لما اغنيه من اغنيات الالبوم تشتغل الناس تبقى عارفه ان ده فهمي مش واما يعني. الحمد لله. طيب نتكلم بقى عن واما شويه لانها مهمه طبعا. يا ترى الاشاعه اللي طلعت في الاول ان فريق واما انفصل ورجعت تاني، الاشاعه طلعت تاني وانتوا كدبتوا الخبر، هل الفريق هيرجع يغني مع بعض بنفس الكم على الرغم من انكم دلوقتي ابتديتوا تنزلوا سنجلات لوحدكم؟ بص هقول لك على حاجه، احنا بعد ما كل واحد ابتدى يعمل حاجه لوحده، في ناس كتير قوي افتكرت ان احنا خلاص اتفضينا، يعني كل واحد خلاص انفصلنا عن بعض يعني. بس احنا خططنا لحاجه تانية بشكل تاني، ان احنا قلنا ان احنا احنا واما شغاله زي ما هي مع بعض، وفي نفس الوقت كل واحد بيعمل البوم لوحده وبيعمل شغله لوحده فيكبر بره واما. لان دلوقتي اكيد في حاجات جوه واما انا ما اقدرش اعملها لوحدي، وكل واحد يبقى عنده طموحات تانية غير اللي بيقدمها في واما. يعني انا مثلا مزيكا الفيلم زي خليج نعمة ولا البوم زي جيت في بالي، الحاجات اللي انا بقدمها لوحدي دي بتبقى مختلفه تماما عن اللي انا بعملها جوه واما. فاكيد انا لما اطلع بره واما واكبر ويبقى عندي شريحه جمهوري تكبر، ويبقى مثلا لو انا جمهوري مثلا 5 يبقوا 20، اكيد لما ارجع اعمل واما تاني اكيد واما هتبقى اكبر، لان كل واحد فينا كبر لوحده. تحلف لا صدق واستنى وادوب في حبك واتمنى، وفي ثانيه تنسى اللي ما بينا وتهون عليك احلى ليالي، تفضل بحبك توعدني والشوق يجيبني وياخدني وتكون معايا وفي حضني، لكن بعيد عني يا غالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني؟ ده انا عمري بيعدي ثواني واديني
انت فكرتني بحاجه مهمه جدا. قلت لي لما شريحه جمهورك تكبر، ازاي الفنان يحاول يكبر شريحه الجمهور بتاعه؟ بص، اول حاجه لازم يعمل حاجه تبقى مناسبه للجمهور. بمعنى ايه؟ ان انت عندك مثلا 90% من الشعب بيحب الحاجات القريبه منه، اللي يحس ان هي طبيعيه، ما فيهاش افوره، يعني ما فيهاش ولا خلاعه ولا مش عارف ايه الحاجات، يعني فاهم، في حاجات معينه كده الناس بتحبها قوي. في نفس الوقت تبقى مقرب الشعب بتاعنا دمه خفيف، تحاول تبقى تعمل اغاني حلوه، تحاول لو هتعمل فيلم يبقى لطيف الناس تتبسط بيه. حتى لو فيلم هادف يبقى او اغنيه هادفه، لازم يبقى بتتكلم عن حاجه، قضيه بتمس الشعب عشان الناس تحبها وتصدقها. يعني اهم حاجه انت تبقى طبيعي فعشان الناس تصدقك بسرعه يعني. فانا الحمد لله رب العالمين يعني قدرت المس يمكن النجاح ده بالكليب بتاع فيه كده، ان انا عملت فيه حته تمثيليه بدم خفيف، مع في نفس الوقت الاغنيه كانت الاوديو حلو، فالحمد لله رب العالمين قدرت ان انا المس النجاح ده. فانا مش عايز اضيعه من ايدي بقى، فاكيد ان انا دلوقتي اي حاجات هعملها قريب ان شاء الله باذن الله، هحاول على قد ما اقدر ان انا اكون في مصداقيه بيني وبين الجمهور، ان انا اكون طبيعي اكتر حاجه، ان انا اقدم حاجه تعجب الناس وتبقى قريبه منهم. طيب بالنسبه لنادر واحمد، يا ترى هم كمان هينزلوا البومات ليهم لوحدهم زيك انت ومحمد ولا؟ المفروض ان هم بيحضروا لالبوماتهم يعني. طيب برضه هم ليهم نفس وجهه نظرك ان هم مش عايزين حد من هم يساعدهم في الموضوع، ولا هم ليهم وجهه نظر مختلفه؟ والله انا بص، انا ما عادش اتكلمت معاهم في الموضوع ده يعني بالذات يعني، بس يعني متهيألي شامي هيتعاون مع نادر في الالبوم يعني، او نادر هيبقى هو المسؤول الفني عن الالبوم. بس بالنسبه لنادر مش عارف، نادر غالبا هيبقى هو سايق البومه يعني. بس الله اعلم يعني. بس انا شايف ان انا يعني حتى نصيحتي ليهم ان هم لازم ينوعوا، لان الناس عرفت واما من خلال نوعيه المزيكا اللي هو نادر بيعملها كموزع يعني، ونوعيه الغنى اللي احنا بنقدمها بالفويس هارموني وتعدد الاصوات وكده.